السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخباركم إيه يا حبايبي؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة هنعمل مع بعض وصفة كده سريعة. أنا ما بحبش أطول معاكم في الفيديوهات وألوك وأعجن كتير، بس أنا بحب أبدأ على طول ونخلص نفسنا. بس عايزة منكم لايك واشتراك. أول ما تشوفوا الفيديو تعملوا لايك واشتراك ودعم. يعني اقل حاجه يا جماعه، يعني اقل حاجه ممكن تدعموني بيها هي اللايك والاشتراك. هنعمل مع بعض زي ما انتم شايفين النهارده احلى ورقه لحمه بتركاتها الفظيعه بسهوله جدا. هتعمليها في الجريل، مش هتاخد معاكي تلت ساعه تكون خالصه. طعم مش قادره اقول لكم خرافه. تعالوا مع بعض نسمي الله ونقول المقادير. عندنا هنا لحمه شرايح زي بقى الكميه اللي انت عايزاها. انا عندي هنا جايبه 3 بطاطسات، قصادها جزرتين، كوستين، 3 طماطمات، بصلاية. انت بقى عايزة تزودي المقادير زودي المقادير بنفس المعادلة. هنقطع كله كده. انا قطعت البطاطس شرايح صغيرة، يعني متوسطة مش رفيعة ولا سميكة. قطعت بردك البصل، قطعته كده يعني شرايح، وقطعت شرايح حاجات صغيرة. نفس الحكاية الكوسة بردك هقطعها شرايح رفيعة جدا. نفس الحكاية الجزر. الوصفة دي احلى حاجة فيها ان انتي تقطعي الحاجة شرايح عشان تلاقي استوت معاكي، شرايح رفيعة عشان تلاقي استوت معاكي بسرعة. والطماطم نفس الحكاية. كل المقادير دي كلها هنحطها على بعض ونبدأ بقى نحط البهارات بتاعتها. انا بهاراتي مش كتير في ورقة اللحمة. بحط هنا ملح، قرفة، فلفل اسود. دي كل مقاديري. وطبعا لو عندك مرقة لحمة هتحطيها، ما عندكيش مش مشكلة. كل ده مع بعض وبعدين بنزل بقى باللحمة. طبعا اللحمة بتتغسلش يا جماعة، تمام. بنزل باللحمة واتبلها كده كلها مع بعض. احنا كده ما تعبناش وما خدناش وقت. هنبدأ بقى نجيب اللي هو الورق الفويل. انا هنا النهارده هعملها، مش هعملها في الفرن، هعملها في الجريل. هتعمليها سهله، ما خدتش معايا بجد. انا اول مره اجربها في الجريل معاكم وقلت هجربها بجد. ما خدتش يعني تلت ساعه او ربع ساعه بالكتير كانت استوت وبقت جميله. طبعا انت كده شرايح لحمه خضار، لحمه خضار، لغايه ما المقدار معاكي يخلص خالص. طبعا بعد ما تخلصيها هتحطي، انا ما بحطش ولا نقطه ميه، نقطه ميه ما بحطهاش. هتحطي معلقتين سمنه كده من فوق الوش، وتبدأي اللي انتي تقفلي الورق الألمونيا من الجنب كده الأول، وبعد كده تقفليه من الناحية التانية عشان يبقى محكم معاكي، يعني ما يخرجش عنك. هنبدأ نغطيها ونحطها على النار بالظبط ربع ساعة. أخدت معايا يا جماعة ربع ساعة تلت ساعة بالكتير، كانت جاهزة قدامكم كده. يعني انتي لو عندك عزومة تعمليها قبليها قولي نص ساعة عشان تبقي براحتك، تبقى الحاجة موجودة، مش اكتر من كده. هتاخدي الحاجة سخنة وتقدميها سخنة، وبجد يا جماعة لذيذة جدا. يعني شايفين الدخان، الريحة بقى مش قادرة اقول لكم الريحة، القرفة والفلفل الاسود والملح، انا مبحطش اكتر من كده. عشان ما تقفريش في البهارات فالحاجة تطلع مش حلوة. اللحمة مستوية بس انا مش قادرة امسكها عشان سخنة جدا، والبطاطس مستوية والكوسة مستوية والجزر مستوي، كله مستوي مع بعض من غير ولا نقطة مية. جربوها وان شاء الله هتعجبكم. وعايزة دعم واشتراك في القناة، وعايزة رأيكم في الكومنتات، وارفعوا لي الفيديو، وان شاء الله اكون عند حسن ظنكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والى لقاء اخر.